كما قال العلامة القحطاني رحمه الله: وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان، وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأتي منه بصورة أو آية، فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني، فإذا تناقض نظمه فليلبسن ثوب النقيصة صاغرا بهوان، أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني، لا شك فيه بأنه تنزيله، وبداية التنزيل في رمضان الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان، هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان، هو حكمه، هو علمه، هو نوره، وصراطه الداعي إلى الرضوان. جمع العلوم دقيقها وجليلها، فيه يصول العالم الرباني، وأبان فيه حلاله وحرامه، ونهى عن الآثام والعصيان. فكلام الله سبحانه وتعالى الذي هو يؤثر في القلوب موعظة وفيها إيمانا وفيها قوة وشجاعة، وهو الشفاء والرحمة والهدى، وهو الرشد، وهو الحق الذي ليس بعده حق.